هلا وغلا، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده فيديو عايزه اكلمكم على كل منتجات سيبال اللي عندي واللي انا جربتها، واقول لكم رايي فيها سريعا، واوريكم كمان الحاجات الجديده اللي انا جبتها من سيبال. فيلا بينا نبدا. سيبال ماركه مصريه ودي حاجه جميله جدا جدا. اول حاجه جبتها خالص من سيبال كانت البلاشرز، وبجد عجبوني جدا ولحد الان يعني هم حلوين قوي قوي. احلى حاجه فيهم ان هم حجمهم صغير والبيجمنت بتاعهم حلو. بصوا اللون ده، انا تقريبا يعني انا خلاص قربت اخلصه. اللون ده لون كده بيدفي الوش. مشكلته بس الوحيده ان هو بيفك بسرعه، يعني البتاعه دي اللزق اللي محطوط هنا بيفك بسرعه، بس عادي ممكن تحطي له امير او اي حاجه او اي جلو يعني عندك. واللون ده حلو قوي 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 برضو، اسمه 40. ده لون كده بيتشي جميل جدا جدا، والتاني لون برونزي كده شويه. لو انتي حاطه فاونديشن فاتح بيخلي الوش لونه حلو، يعني بيدفي كده الخدود وبيعمل زي برونز خفيف كده. فاللون ده انا بحبه اكتر بصراحه. اللون التاني الخوخي ده لون صيفي شويه، البودر بتاعها سموث وناعم كده، وبتتحط حلوه على الخدود وثباتها حلو. فدي اول حاجه. تاني حاجه جربتها من سيبال هو القلم الروج ده اللي هو اسمه سيبال ديزاير، وده سوبر ستاي سوبر مات ليبستيك، وهو فعلا فعلا سوبر ستاي وسوبر مات. ده شكل اللون، وده درجته اسمها سينا، وده الدرجة، ده لون الدرجة. لونها حلو جدا جدا، لون البني النيود ده. على الشفايف بتبقى اغمق من كده شوية عشان احنا شفايفنا لونها مش بيج، يعني شفايفنا ليها لون، فعلى الشفايف بتدي درجة اغمق من كده شوية. ممكن تحبوه اكتر في الصيف لان ثباته حلو وما بيتحركش قوي. في الشتاء بحس ان احنا شفايفنا بتقشف شوية او بتنشف شوية، بتجف يعني. فبحس ان هو يعني استخدامه في الشتاء بيبقى صعب قوي على الشفايف. بقيت دلوقتي بحب ان انا ارطب شفايفي قوي او اخلي عليها ليب جلوس دايما، فبقيت بستخدم المجموعه التانية اللي هي الجديده، اللي هي مش جديده قوي يعني، بس انا جبتهم مؤخرا. يعني هو ده شكله، اللي هو بيفتح كده بزرار كده، بخاف قوي يقع من ايدي. الدرجه دي حلوه قوي قوي برضو، اسمها 302 نيود. ده لونها، وهي بني اكتر من اللي فوقيها شويه، بس البني ده مش محمر، يعني البني ده نيود شويه. ده بقى مات، بس في نفس الوقت مش بينشف الشفايف قوي. لكن ده ثباته اكتر من ده شويه بصراحه، بس ده ثابت برضو في الشتاء، هيبقى حلو قوي معاكي برضو. ده اول درجه اسمها نود. تاني درجه الباكجينج بتاعه لوجري قوي قوي، شكله فخم جدا جدا. الدرجه التانية اسمها اولد بينك، وده لونها. دي بقى اللي هي اللون اللي هو ده الكشمير اللي كلنا بنحبه، الوانهم حلوه قوي بجد. دي اسمها بينكي نيود، بتفتح كده. بصوا العلبه اكبر قوي من البتاع من جوه، علشان فيها هي زي سوسته كده او حاجه بتخش بتخليها فيها سوسته. دي اسمها بينكي نيود، ودي تقريبا افتحهم. دي على بينك شويه، بينكي نيود، اولد بينك، ودي نيود. التلاتة احلى من بعض، التلاتة تحفة. اعتقد ان انتي لو معاكي التلات الوان دول خلاص كده انتي مش عايزة اي ارواج تاني. اي روج هتجيبيه تاني هيبقى تقريبا من نفس الدرجات الالوان دي، لان دي اكتر درجات الوان كلنا بنحبها، وبتليق على اي لبس وبتليق على اي بشرة اصلا، وانا بحب الاتنين دول اكتر. حاجة كمان عايزة اوريها لكم، وهو ده ليب تشيك تنت. ده حاجة جديدة كده نازلة في سيبال. ده كان سعره 225 جنيه. بصوا قد ايه صغنون. ده تنت للشفايف وللخدود. جبت اللون ده علشان انا بحب اللون ده قوي. اللون اسمه بيتش، وهو برضو اللون النيود ده. الالوان دي حلوة جدا جدا في الشتاء. بصوا اهو، يعني هو قوامه سهل، يعني قوامه يندمج بسهولة، مش تنت اللي هو التنت اللي بيبقع في اول ما تحطيه بيبقع. لا، هو تنت قوامه بيندمج بسهولة. ممكن نجرب كده حاجة بسيطة ونشوف. بصوا بيندمج بسهولة، وكمان ده بايديا. كمان لو حطيناه على خدودنا هيبقى حلو. انا جبت الدرجة دي لان هي خفيفة، لان انا ما بحبش ابقى شكلي يعني مضروب كده، او ان انا يعني عندي تسلخات في خدودي. لا، ما بحبش الشكل ده قوي في الشتاء. ممكن في الصيف نكون بنحب الشكل اللي هو سان كيسد ده، او ان احنا يبقى شكلنا يعني الشمس لاسعه وشنا. بس في الشتاء لا، بحب شكل الوش يبقى دافي كده اكتر.
ده جميل جدا، حلو قوي ان هو حجمه صغنون كده وكيوت كيوت، ينفع تاخديه معاكي في الشنطه في السفر، يعني حجمه حلو قوي. حاجه ما عجبتنيش بصراحه في سيبال، بس انا جايبه منه ده، يعني جايباه من زمان جدا جدا جدا، يا رب يكون الباتشات الجديده او لما يكونوا عملوا حاجه جديده يكون احسن. اللي هو الكونسيلر ده اسمه بيرفكت تاتش، هو كان بيتلف كده. ده قديم جدا معايا، قديم قديم قديم، يعني مثلا من 6-7 سنين او اكتر. طبعا هو خلصان وناشف وكل حاجه، بس هو كان لونه فاتح قوي عليا، وكانت الابلكيشن بتاعته غريبه بالنسبه لي، يعني ما كانش عاجبني قوي بصراحه كابلكيشن، مع اني انا كنت جايباه اصلا عشان كانت عجباني فكره الابلكيشن ان انا اطلع كده البرودكت واحط تحت عيني على طول. بس مع الوقت حسيت ان هي يعني مش عجباني، او اللون هو اللي قفلني من الموضوع، فما كنتش حتى بلاحق ان انا استخدمه علشان لونه كان فاتح قوي قوي تحت عينيا. الحاجات بقى الجديده اللي جبتها، طبعا دلوقتي كلنا بنعاني عايزين نلاقي فاونديشن يبقى حلو ويكون يعني مش مقاطعه، يكون معانا مش علينا. جبت الفاونديشن ده اسمه اوتر وير كير اند كفر لونج لاستنج فاونديشن، سعره 350 جنيه. ده شكله من جوه. في واحد تاني شبهه بالظبط بس اقصر كده، البنت في المحل رشحت لي الدرجه دي، ويا رب تطلع حلو عليا، لان انا يعني حاساها فاتحه سنه بينك. الدرجه التانية اللي هي رقم 3 اعتقد، قالت لي ان هي غامقه قوي عليا، بس انا مش عارفه الحقيقه يعني لسه. اهو ده لون الدرجه. لا هي لوني بس الحمد لله، هي ما فيهاش البينك قوي، يعني ما فيهاش الاندر تون البينك. لا هي اندر تون، مش اصفر قوي برضو، بس هي فيها بينك بس مش قوي، يعني الاندر تون بتاعها مش بينك قوي قوي. والله هي لوني. المفروض ان ده لونج لاستنج فاونديشن، والله هو التكتشر بتاعه حلو قوي. طبعا مش هيبان هنا لان انا اصلا حاطه فاونديشن، بس هو هنا باين قوي ان هو مخلي ايديا شكلها يعني جلوي كده وحلو، مش جلوي قوي برضو، مش الجلو اللي هو تحسي ان انتي وشك بيلمع، لا جلو صحي. عجبني ده شكله. في واحد تاني بقول لكم اقصر من ده، بس البنت قالت لي التاني مليان زيوت والتاني مناسب اكتر للبشره الجافه، صغير كده اقصر منه، هو اللي انا كنت عايزه اجيبه اصلا، لان كنت شايفه عليه ريفيوز كتير قوي، بس هي رشحت لي ده. عامه هو الباكجينج بتاعه لوكسجري قوي، وتحسي ان انت جايبه حاجه فخمه كده، من الحاجات الجديده اللي انا لسه جايباها ولسه هبتدي استخدمه ان شاء الله، لاني انا كنت برتاح على انواع فاونديشن. للاسف هي بقت يعني هي خلاص بقت مقاطعه، و فعايزه اجرب انواع تانية تكون يعني ارتاح عليها. اخر حاجه بقى جبتها من سيبال ولسه ما فتحتهاش، يعني هي لسه جوه الاوردر اللي انا جايباه اصلا. هي الماسكارا، وانا اصلا كنت عايزه اجيبها من الستور بتاع سيبال، موجود اعتقد في كارفور، وموجود في سي ستار، موجود في اماكن كتير قوي. هي الماسكارا بتاعه سيبال، انا جبت الاتنين بصراحه، فايرال قوي الفتره اللي فاتت خصوصا على التيك توك. يعني الماسكارا اللي هي 3D والماسكارا اللي هي ليفل اب، ده شكلهم. جبت الاثنين الصراحه لان انا كنت محتاره جدا اجيب دي ولا دي، اللي هوريكم ليه. هو انا مش هقدر افتحها لان انا عندي فاتحه 3 ماسكارات جوه. هحط لكم صوره هنا لو قدرت. دي ماسكاره ليفل اب، اللي عاجبني فيها ان هي رفيعه قوي، انا اول مره اشوف ماسكاره بهذا الرفع، الماسكاره مثلا يعني ارفع من صباعي فهي عجباني قوي ان هي رفيعه. دي ليفل اب، دي الفرشه بتاعتها عامله كده، فانا بحب قوي الفرش دي، وبتنفع قوي مع رموشي لان هي بترفع الرموش لفوق. اما الماسكارا التانية كانت مشهوره اكتر منها شويه، وناس كتير قوي قوي بتتكلم عنها، انتوا لو كتبتوا بس اسمها هتلاقوا كل الناس بتتكلم عنها، اللي هي 3D ماسكارا. دي بقى بصوا يعني حجمها الحجم العادي بتاع الماسكارات العاديه، ده شكلها فيها خط سيلفر هنا من هنا. دي بقى عامله زي تخينه من هنا وتخينه من هنا ومسحوبه من النص، دي بتعمل كثافه اكتر يمكن، او بتدي مظهر للرموش ان هي 3D. انا مش هقدر افتحها، بس لو كتبتوا اسمها هتلاقوا كل الناس يعني متكلم عنها وفتحاها ومستخدماها. مش هقدر افتحها بس عشان انا فاتحه 3 ماسكارات، وانتوا عارفين ان الماسكارات بتنشف، فبس مستنيه بس يعني اللي معايا يبتدوا ينشفوا شويه، هما كده كده هينشفوا قريب في الشتا خلاص. فانا متحمسه قوي ان انا استخدم دول.
بس خلاص الفاونديشن هستخدمه وحاسه ان هو هيعجبني قوي في الشتاء. وبس هي دي كانت كل الحاجات اللي انا جربتها من سيبال. قولوا لي بقى انتوا ايه اكتر حاجه جبتوها من سيبال وجربتوها عجبتكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستمتعتوا وانتوا بتتفرجوا عليه. اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه في احسن حال. باي باي.